بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا العميد الركن أحمد محمد عمر، متواجد الآن بشعبة استخبارات الفرقة الثالثة مشاة بشندي. وجدنا كل المعاملة الطيبة والحسنة من الأخوان المتواجدين هنا. أصلا أنا كنت بتبع للدعم السريع، تم تعييني قائدا للقطاع الشمالي في مروي، وبعد ذاك في يوم قبل 15/4 تحركت قوات متحركة من الخرطوم، وقوات فيما بعد انضمت لها قوات جاية من الدبة، وقوات جاية من الشفورلي للاستيلاء على مطار مروي. أثناء نحن متواجدين في المطار يوم 15/4 بدأت القوات المتمردة الضرب والاستيلاء على المطار. بعد ذاك يعني في سلبيات متواجدة كثيرة جدا جدا في القوات المتمردة، في تجنيد للقصر والأطفال، في تجنيد من دول النيجر ودول تشاد ودول أفريقيا الوسطى. العمليات الآن الدائرة بالذات في ولاية الخرطوم القصد منها كله تهجير المواطنين والسرقة والنهب. أنا رسالتي بوجهها لقوات الدعم السريع للعسكريين إنه يضعوا السلاح جانبا وينضموا لقوات الشعب المسلح السودانية والمؤسسة العسكرية الشرعية في السودان، ونساهم كلنا إن شاء الله في نهضة البلاد ونمشي قدام. أما العناصر في مخص يعني العناصر المشاركة في الحرب الحالية، وهو نحن ذكرتهم يعني، لكن نعقب ثاني الأسر. رسالتي للأسر إنه هؤلاء الأطفال يجنبوهم ولاة الحرب إلى أن يبلغوا الرشد. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.